السلام عليكم. لو عندك أرض وعايز تبني عليها بيتك ومحتار في التصميم الأفضل اللي هيوفر لك اللي انت عايزه ويلبي متطلباتك واحتياجاتك، تابع معايا الفيديو. أنا أحمد السيد، مهندس معماري من سكوير ديزاين. التصميم المعماري بحر واسع وكبير، محتاج دراسة وخبرة كبيرة بالمجال. في الفيديو ده أنا هقدم لك أفكار وفنيات وتفاصيل مهمة جدا تخليك عندك المعرفة اللازمة لفكرة تقسيم البيت بدون تعقيدات أو لخبطة إن شاء الله. مش حابب أقول لك كلام كتير نظري وأرقام ومعلومات هيكون صعب تستفاد منها، عشان كده أنا هوضح لك كل حاجة في صورة مثال لشقة مساحتها 120 متر مربع، ودي مساحة متوسطة لكتير من البيوت في مصر. طبعا في أقل من كده بكتير وفي أكبر من كده بكتير، بس أنا مش حابب أصعب عليك الدنيا. الغرض من الفيديو في الأول والآخر هو توصيل المعلومة، وحضرتك ممكن تطبق الكلام ده على أي حاجة بعد كده. وأنا إن شاء الله برضه هحاول أقدم لك فيديوهات بمساحات وأشكال مختلفة عن كده عشان أكبر عدد من الناس يستفاد، فخليك متابع معايا الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. طيب يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأرض اللي قدامنا زي ما هو واضح كده عبارة عن ضلع صغير 10 متر وضلع كبير 12 متر، والأرض على ناصية. يعني إيه على ناصية؟ يعني على شارعين واخدين زاوية. عندي شارع رئيسي 8 متر وشارع جانبي 6 متر، والزاوية التانية عليها جرين. عشان حضرتك تبقى عارف التحدي اللي بيواجه أي مصمم اللي بيصمم أو اللي بيقسم الأرض حاجتين أساسيتين: مساحة الشقة أو مساحة الأرض، وعدد الواجهات المتاحة. كل ما عدد الواجهات المتاحة زادت معايا أو بقت أكتر، كل ما التصميم بقى أسهل وأقل تعقيدا، وكل ما المساحة برضو زادت معايا كل ما التصميم أصبح أسهل وأقل تعقيدا. احنا عندنا هنا مساحة 120، فده يعتبر حاجة متوسطة، وفي نفس الوقت عندي واجهتين متاحين وعندي جارين، فده برضو يعتبر حاجة متوسطة. زي ما قلت لحضرتك، الموضوع مش فكرة تعقيد، الموضوع أهم حاجة بس إن فكرة توصل للناس. ده مثال هنقدر نوفر عليه كل اللي احنا محتاجينه، فبعيدا عن التعقيدات وبعيدا عن التفاصيل اللي ممكن ما توصلش لكل الناس. يعني الحاجة اللي حضرتك المفروض تكون عارفها قبل ما نبدأ شرح الفيديو إن الشقة بتاعتك بتتقسم لحاجتين أو جزئين أساسيتين. يعني الفراغات اللي في الشقة بتتقسم لجزئين أساسيين: الجزء الخدمي والجزء السكني. يعني إيه الجزء الخدمي؟ الجزء الخدمي اللي بيشمل المداخل، المناور، المساقط، المطبخ والحمام وهكذا. أما الجزء السكني فمن الاسم اللي هو يعتبر غرف النوم والصالة والاستقبال والمعيشة وهكذا. طيب إيه اللي نقدر نستفاده من المعلومة دي؟ اللي نستفاده من المعلومة دي إن دايما حضرتك يكون عندك قاعدة إن الجزء الخدمي حاول تحطه على الأماكن الميتة معايا. يعني إيه الأماكن الميتة؟ الأماكن اللي على الجيران، اللي ما تقدرش تفتح تعمل فيها فتحات تهوية أو ما تقدرش تفتح فيها بلكونات وهكذا. فيبقى أنت الجزء الخدمي عندك اللي هي السلالم والحمام والمطبخ والمداخل والحاجات دي كلها دايما خليها على الأماكن اللي فيها جيران، والحاجة السكنية خليها على الشوارع أو على الأماكن اللي متاح إن أنت تفتح فيها فتحات، شبابيك أو بلكونات وهكذا. طيب معنى كده إيه؟ بنظرة عامة كده عن الأرض إن إحنا المدخل بتاعنا أدام خلاص إحنا المدخل هنخليه على الجانب اللي هو فيه الجيران، يبقى انا عندي المدخل لا اما الجزء ده لا اما على الجزء ده لا اما على الجزء ده. انا هختار ان المدخل يكون على الشارع الرئيسي. ليه على الشارع الرئيسي؟ عادي ممكن يكون مدخل من الشارع الجانبي وكل حاجه، بس دي حاجه ترجع لرغبه العميل. فهنخلي هنا المدخل على الشارع الرئيسي. يبقى المدخل على الشارع الرئيسي وفي نفس الوقت ناحية الجيران، يبقى خلاص احنا عرفنا المدخل بتاعنا فين. المدخل بتاعنا هيكون هنا بالظبط. حاجة زي كده ايه اللي يمنعك ان انت تعمل مدخل في النص؟ ان انت لو عملت المدخل في النص مضطر ان انت تعمل غرف يمين وغرف شمال. غرف اليمين هتكون على الجيران، وده حاجة غير مستحسنة على الإطلاق. ليه ما تعملش المدخل من هنا مثلا أو من هنا؟ لو عملت المدخل من هنا يبقى انت معلش يعني لغيت أهم وجه عندك وأهم مكان عندك تقدر تستفاد منه في ان انت تحط اوض النوم والاستقبال بتاعك. فانت استغليته في حاجة استخدامها مؤقت جدا، ليها غرض معين ان هي بس ايه يا دوب بتوصلك من حاجة لحاجة تانية، من نقطة لنقطة تانية. يبقى احنا كده عرفنا المدخل بتاعنا منين. في الغالب المدخل زي ما قلنا لحضراتكم هيكون من هنا. طيب ايه اللي نقدر نستفاده بعد كده برضو؟ لازم نعرف ان احنا في حاجة اسمها الدور الارضي والدور المتكرر. الدور الارضي هو اول دور بيتبني، ممكن يكون في تحت منه بدرون بس دي مش قصتنا دلوقتي. احنا بنتكلم عن الدور الارضي، والادوار اللي فوق منه كلها اسمها ادوار متكرره. يعني الاول علوي والثاني علوي والثالث علوي وهكذا، كلها ادوار متكرره. حضرتك لما تبدا تصمم ابدا من الادوار المتكرره، ما تبداش من الدور الارضي. الدور الارضي ما تستفادش منه غير في حاجه واحده بس، ان انت تعرف المدخل بتاعك. اما التصميم والفراغات فدايما خليك في الدور المتكرر، ابدا بيه. طب ليه؟ اولا الدور المتكرر بيكون فيه جميع الفراغات اللي حضرتك محتاجها، ما بيكونش في اي حاجه ناقصه. بعكس الدور الارضي بيكون له اعتبارات مختلفه. ممكن يكون في محلات، ممكن انت فاتح الصاله عامل صاله كبيره عاملها استقبال كبير وهكذا، فبيكون له اعتبارات معينه. لو التزمت بها في الارضي وجيت تطبقها على الدور المتكرر هتلاقي الدنيا صعبه معاك.
فخليك في المتكرر، بعد ما تخلصه هتلاقي الدنيا سهله جدا معاك في الدور الارضي. خلاص احنا عرفنا ان احنا هنبدا متكرر وخلاص هنبدا نصمم. ايه بقى اول حاجه نعرفها في التصميم؟ لازم تعرف السلم بتاعك هيكون فين بالظبط. دي اول حاجه لازم تحددها وتكون عارفها، وبرده مش هتحطها بطريقه اعتباطيه. في حاجات دايما هي اللي بتدفعك ان انت تختار المكان المناسب لكل فراغ. حضرتك عرفت ان المدخل من الناحيه دي، خلاص يبقى السلم قصاد المدخل، يبقى السلم بتاعنا هيكون في الغالب في المكان ده بالظبط. ليه في المكان؟ زي ما قلت ان ده مكان جيران، منطقه ميته، فاحنا هنحاول نستفاد منه بحاجه خدميه اللي من ضمنها السلم. فخلاص احنا هنحط السلم هنا. السلم في الغالب بيكون مساحته يعني 5 متر في 3 متر تقريبا. 5 متر. معلش نحاول بس ايه نكتب الحاجات دي يعني بصورة مؤقتة. الحاجات دي كلها بتبقى بصورة مؤقتة، بتتغير معاك بعدين. احنا بنحط خطوط عريضة بس، وبعد كده ان شاء الله هنبدأ نفصل الكلام ده. يبقى احنا خلاص عرفنا ان السلم هنا. من خلال مكان السلم وموضع السلم بيحدد لنا حاجات كتيرة جدا. ايه الحاجات اللي بيحددها لنا؟ ان احنا نخلي الخدمات بتاعتنا لا اما على الجنب ده لا اما على الجنب ده. بس انت لو حددت الخدمات على الجنب ده مش هينفع. ليه؟ لان عندك تحت منه مدخل، فانت الجنب ده هتعمل مدخل فيه مواسير، فيه صرف، فيه تغذيه، الكلام ده كله مش هيتعارض معاك على المدخل اللي من الدور الارضي. يبقى انت الخدمات عندك في الغالب هتكون في الجنب ده، يعني المطبخ والحمام بتاعك هيكون على الجنب ده. يبقى احنا قلنا ايه؟ ظروف الارض هي اللي بتجبرك على حاجات معينه. طول ما انت ملتزم بالاساسيات دي انت معنى كده انت بتصمم صح. فاحنا بخطوط عريضه كده بس ايه هنحط تقسيمه بسيطه كده للمطبخ والحمام، وبعد كده هنفصل الكلام ده كله وهنغير براحتنا زي ما احنا عايزين. يعني الموضوع كله في الاول والاخر لسه ايه مبدئي يعني. تمام. يبقى احنا عندنا السلم والحمام والمطبخ. الحاجة اللي هنستفادها برضو من وجود السلم ان الصالة دايما في الغالب بتكون قريبة من السلم. يعني دايما خلي الصالة بتاعتك تكون اقرب حاجة للسلم، بحيث ان حضرتك اول ما تفتح الباب تلاقي الصالة معاك. يبقى احنا هنحط مثلا الباب بتاع السلم من الناحية دي، هندخل منه هنلاقي الصالة قدامنا اهي. خلاص يبقى احنا معانا الصالة والحمام والمطبخ والسلم، كلها خطوط عريضة هنغير فيها وهنظبطها بعدين زي ما اتفقنا. مش محتاج كل شوية اقول لكم المعلومة دي. هيفضل لنا الزون ده. الزون ده المفروض نقسمه على غرف النوم. هنقسمه ازاي؟ هنحاول نشوف كده واحدة واحدة. نصيحة بس قبل ما تقسم غرف النوم، خلي أولوية عندك إن غرف النوم تكون 3 غرف، ما تقلش عن 3 غرف بأي حال من الأحوال. أنت ما تضمنش الظروف بكرة فيها إيه. لو عندك ولد وبنت بس أنت محتاج 3 غرف نوم. طيب المكان ده هنقسمه 3 غرف نوم إزاي؟ يعني في الغالب مثلا احنا دخلنا من هنا ومشينا في طرقة صغيرة، مثلا هنعمل طرقة صغيرة كده نوزع منها بس هي الغرف النوم. يعني مثلا دي غرفة اهي، ونجيب دي كده غرفة بس هي كبيرة شوية نحاول نقللها. تمام. يبقى احنا معانا غرفة اهي، والمكان ده المفروض نقسمه غرفتين، بس طبعا ايه المساحة كبيرة فاحنا هنجيب دي كده ونحاول نقسم دي غرفتين. طبعا الكلام ده كله خطوط عريضة. يبقى احنا عندنا غرفة نوم، تانية، تالتة، مطبخ، حمام، سلم، صالة. طيب ده تقريبا التقسيمة الأولية خالص أو الفكرة العامة لتقسيمة الشقة بتاعتك. ودي زي ما قلت لحضرتك إن الظروف هي اللي حكمتك إن أنت تقسمها بالطريقة دي. يعني مثلا أنا عندي شوارع، خلاص أنا مضطر إن أنا أعمل الصالة والغرف النوم على الشوارع. عندي جارين فأنا مضطر إن أنا أخلي الخدمات على الجارين بالمدخل بكله. فده فكرة التصميم. يعني الموضوع فيه محددات معينة لازم تخلي بالك منها عشان تعمل حاجة سليمة تريحك طول العمر. فهو الموضوع مرة واحدة، يعني ما حدش بيبني كل يوم ولا كل يومين ولا كل شهر ولا كل سنة، لا هي حاجة بتطبق للعمر كله، فحاول تركز في كل تفصيل. طيب احنا كده قسمنا الفراغات بصورة مبدئية زي ما قلنا، ومحتاجين دلوقتي نبدأ نتكلم في تفاصيل كل فراغ. وعشان نتكلم في التفاصيل فأنا محتاج بس الأول أحول الخطوط دي لحوائط واحط الابعاد لكل فراغ على الشكل عشان يكون شغلنا مظبوط. انا هعمل الكلام ده وارجع لكم. ده كده الشكل بعد ما حولت الخطوط لحوائط. زي ما حضراتكم شايفين الحوائط لها سمك، السمك بتاعها تقريبا انا بعمله 12 سم، وده سمك الحيطه الطبيعي. فلما نحط الابعاد بعد الحوائط ساعتها الابعاد بتكون معايا اقرب شيء للطبيعه من غير اي تفاوت، يعني الدنيا بتبقى مظبوطه ان شاء الله. وده كده الشغل والتسلسل السليم. انا شايف اننا نكتفي كده بالجزء ده، نعتبر ان ده الجزء الاول معانا واللي كان عباره عن تعريف بالموضوع. عرفنا فيه بعض القواعد والمبادئ العامه والاساسيه.
الجزء اللي جاي ان شاء الله هيكون مهم جدا، هنتكلم فيه عن تفصيل كل فراغ بناء على اشتراطات البناء والاستخدام الامثل لكل فراغ من واقع الخبرة. هنتكلم عن الاعمدة برضو والدور الارضي وازاي نربط الادوار ببعضها. معرفش الكلام ده هيكون في فيديو واحد او اكتر، بس عامة خليك متابع معانا وان شاء الله تكونوا استفدتوا حاجة. انا عارف الموضوع مش بسيط، بس مع الوقت الدنيا هتوضح وكل تساؤلاتك هنرد عليها. وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنساش اللايك والاشتراك.